أهلا بكم مع عرض لمجموعة من الطوابع البريدية المصرية، وهنبدأها بأول طابع من فئة 15 قرش، مرسوم عليه تمثال أبو الهول ومش مكتوب عليه تاريخ. تاني طابع فئة 5 قروش، لصورة لتمثال تاي بسقارة. وطابع فندق شيراتون القاهرة، احتفال بمرور 25 سنة على إنشائه. الطابع صدر في عام 1995 من فئة 15 قرش. الطابع اللي بعد كده بيحيي ذكرى ثورة 19، اليوم القومي للمرأة المصرية 16 مارس 1919، فئة 15 قرش، وصدر عام 1995. الطابع اللي بعد كده احتفال بذكرى تأسيس دار أخبار اليوم، العيد ال50 في سنة 1994، وتم إنشاء دار أخبار اليوم عام 1944، والطابع من فئة 15 قرش. طابع بيحيي العيد المئوي لاكتشاف أشعة رونتجن اللي هي أشعة إكس، الطابع من فئة 15 قرش. الطابع اللي بعد كده صدر برضو سنة 1995، تمثال إخناتون احتفالا بيوم البريد المصري، فئة 15 قرش. الطابع اللي بعد كده فئة 15 قرش، مكتوب عليه الأعياد وفي تصاميم مرسومة من الزهور. الطابع اللي بعد كده صدر عام 1993، فترة رئاسية الثالثة للسيد الرئيس محمد حسني مبارك، من فئة 15 قرش. الطابع اللي بعد كده تخليد لذكرى الكاتب الكبير محمود تيمور، صدر عام 1994، ذكرى المئوية لميلاده لأنه اتولد عام 1894 وتوفى عام 1973، والطابع من فئة 15 قرش. الطابع اللي بعد كده أوبرا عايدة، مرسوم عليه أحد عروض أوبرا عايدة، من فئة 15 قرش، وصدر عام 1994. الطابع اللي بعد كده في صورة مرسومة مجسم لبنك مصر احتفالا بالعيد 75 على إنشائه. الطابع صدر عام 1995، والبنك أنشئ عام 1920، وهو من فئة 15 قرش. الطابع اللي بعد كده المخيم الكشفي العربي العشرون، صدر عام 1992، وهو من فئة 10 قروش. الطابع اللي بعد كده العيد الذهبي لجامعة الدول العربية، طبعا صدر عام 1995. طبعا انشأت جامعة الدول العربية عام 1945، فعام 1995 مر 50 عام على إنشائها. الطابع من فئة 15 قرش. برضو العيد الذهبي لجامعة الدول العربية سنة 95 برضو، بس ده من فئة 55 قرش. طابع عن ذكرى قيام مجلس التعاون العربي في 16 فبراير 1990 ومستمرش مجلس التعاون العربي، لكن الطابع ده صدر عام 1990، وهو من فئة 10 قرش. الطابع اللي بعد كده صدر عام 1994، وهو يوم أفريقيا، من فئة 15 قرش.
الطابع اللي بعد كده اللجنة الأولمبية الدولية من ذكرى تأسيسها المئوي من 1894 ل 1994 وهو من فئة 15 قرش. الطابع اللي بعد كده عن منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 والطابع إصدار عام 1993. الطابع معانا النهاردة هو طابع عن تمثال توت عنخ آمون من فئة 55 قرش. ونلتقي في حلقة أخرى مع مجموعة من الطوابع العربية.